ان امبارح كابتن ابراهيم يوسف اللي هحكي لكم اللي حصل بالظبط. كان في اجتماع لجنه كره، حسام وابراهيم ومجموعه ومجلس اداره تقريبا كله، معظمه يعني ما عدا الاستاذ ممدوح عباس، فمجتمعين في مكتب الاستاذ ممدوح عباس. فكابتن ابراهيم جه قعد في الدور اللي تحت مكتب النائب، وقعد مستني، محدش يعني مش لاقيهم. فجأة نزل قال لهم ده المجموعة قاعدة فوق بقى لها ساعة ولا ساعة ونص. فتنرفز كابتن ابراهيم بصورة كبيرة جدا، واعتقد ان هو يعني ما اي حد بيطلع المكتب يخش ويقعد، يعني هو ما حدش بلغه ان هم قاعدين فوق. جه نزل واتنرفز وقال قدام الصحفيين ان انا يعني بستقيل من لجنه الكوره، وان حسام ابراهيم بيتعاقدوا مع لعيبه غريبه وعايزين يتعاقدوا مع لعيبه غريبه، ومشي متضايق. كلموا الاستاذ ممدوح عباس وهداه، طلع مع الكابتن مدحت شلبي امبارح وقال لا مفيش حاجه وكل حاجه تمام وبتاع. في مجلس اداره والجهاز الفني يعني زعلان شويه من الكابتن ابراهيم، لانه مع الكابتن مدحت شلبي بيقول اللعيبه اللي هيعيروها، وبيقول اللعيبه اللي المفروض هتمشي او المفروض هيبدلوهم او المفروض لعيبه هتيجي. فيعني المفروض ان هو يعني كابتن مدحت شلبي بيقول انا اقول، لان في النهايه احنا اعلاميين، لكن كابتن ابراهيم هو في عضو في مجلس اداره، فالمفروض الحاجات دي لا تقال الا بعد الانتهاء. احنا فوجئنا النهارده ان عبد الحميد شبانه جه النادي الاهلي، محدش كان عارف حاجه غير اما تم اعلان الصفقه. عايز اقول لكم بقى